في السياسة أخطر لحظة مش لما خصمك يهددك، أخطر لحظة لما تلاقيه قلقان من إن الخريطة كلها تتغير من حواليه. في الفترة الأخيرة ظهر في الإعلام العبري ومراكز التحليل كلام لافت جدا عن مصطلح جديد اسمه اتفاقيات محمد في مواجهة اتفاقيات إبراهيم. طب يعني إيه الكلام ده؟ اتفاقيات إبراهيم كانت الفكرة اللي اشتغلت عليها إسرائيل وأمريكا، تطبيع، تعاون، اقتصاد، أمن، وربط دول عربية وإسلامية بإسرائيل تحت عنوان السلام الإقليمي. لكن دلوقتي بعض المحللين الإسرائيليين بدأوا يتكلموا بنبرة قلق عن احتمال ظهور معادلة عكسية، تقارب بين قوى إسلامية كبيرة، السعودية، مصر، الإمارات، إيران، تركيا وباكستان. مش شرط يكون تحالف عسكري رسمي، ومش شرط يكون اتفاق موقع على الورق بكرة الصبح، لكن الفكرة أخطر من كده، إن دول المنطقة تبدأ تقول إحنا مش هنفضل ورقة في إيد أمريكا، ولا هنفضل مربوطين بالحسابات الإسرائيلية. وهنا ظهر تعبير اتفاقيات محمد، تعبير رمزي بيقول إن في احتمال لقيام تفاهمات إسلامية إقليمية سنية وشيعية، عربية وغير عربية، تكسر فكرة إن إسرائيل هي مركز الترتيبات الجديدة في الشرق الأوسط. السؤال المهم، إيه اللي خلى الكلام ده يظهر دلوقتي؟ أول سبب تراجع الثقة في أمريكا. دول المنطقة شافت إن واشنطن بتغير موقفها حسب مصالحها، وساعات بتضغط على حلفائها أكتر ما بتحميهم. يعني النهارده تقول لك تحالف، بكرة تقول لك تفاوض، وبعده تقول لك اتصرفوا لوحدكم. تاني سبب، الحرب في غزة قلبت المزاج الشعبي في العالم العربي والإسلامي، وبقت أي دولة عايزة تقرب أكتر من إسرائيل لازم تحسب حساب الشارع وحساب فلسطين وحساب صورتها قدام شعوب المنطقة. تالت سبب، إيران نفسها. زمان كان في تصور إن إيران لازم تبقى العدو الوحيد اللي يتجمع ضده الجميع، لكن بعد سنين من الصدام دول كتير بدأت تفكر بطريقة مختلفة. ليه أدخل حرب؟ وليه أدفع ثمن صراع غيري؟ وليه ما يبقاش في تهدئة وتفاوض وضبط للتوتر بدل الانفجار؟ رابع سبب، السعودية رجعت علاقاتها مع إيران برعاية الصين، وده كان تحول كبير جدا، لأن ده معناه إن الصين دخلت كلاعب سياسي في منطقة كانت أمريكا معتبرها ملعبها الخاص. خامس سبب، الإمارات عندها علاقات مع إسرائيل، لكن في نفس الوقت رجعت سفيرها لإيران، وده معناه إن أبو ظبي بتلعب سياسة توازن، علاقة مع إسرائيل وتهدئة مع إيران ومصالح مفتوحة في كل اتجاه. وسادس سبب، مصر مش داخلة في لعبة شعارات، مصر بتتحرك كدولة كبيرة، عندها حدود قناة السويس وغزة والبحر الأحمر وأمن قومي وعلاقات عربية ودولية معقدة. وعشان كده أي تقارب مصري مع إيران أو أي تنسيق إقليمي حتى لو كان دبلوماسي، إسرائيل بتبص له بقلق. ليه؟ لأن مصر مش دولة صغيرة، لما مصر بتتحرك الخريطة بتتحرك معاها. الأبعاد بقى الأخطر، البعد الأول، ضربة لفكرة إن إسرائيل هي بوابة المنطقة. لو دول زي مصر والسعودية والإمارات وإيران وتركيا وباكستان بدأت تتفاهم حتى لو بشكل جزئي، يبقى إسرائيل مش هتبقى هي المركز الوحيد لأي ترتيب إقليمي. البعد التاني، صعود الدور الصيني. لما الصين ترعى اتفاق سعودي إيراني، ولما دول المنطقة تفتح بدايل بعيد عن واشنطن، يبقى الشرق الأوسط داخل على مرحلة تعدد أقطاب. البعد الثالث، أمن البحر الأحمر والخليج وقناة السويس. أي تهدئة بين القوى الكبيرة في المنطقة معناها تقليل مخاطر الحرب على الممرات البحرية، وده بالنسبة لمصر مهم جدا، لأن قناة السويس مش مجرد ممر مائي، دي شريان اقتصادي واستراتيجي. البعد الرابع، القضية الفلسطينية. اتفاقيات إبراهيم حاولت تفصل التطبيع عن فلسطين، لكن اللي حصل في غزة رجع فلسطين تاني لقلب المعادلة، والرسالة بقت واضحة، مفيش استقرار حقيقي في المنطقة من غير حل عادل للقضية الفلسطينية. البعد الخامس، قلق إسرائيلي واضح، لأن إسرائيل كانت بتراهن إن الخوف من إيران هيدفع العرب ناحيتها، لكن لو الخوف اتحول لتفاهمات مع إيران يبقى الرهان الإسرائيلي نفسه بيتراجع. بس لازم نكون دقيقين، اتفاقيات محمد مش اتفاق رسمي معلن، مش ورقة توقعت، مش تحالف عسكري قائم، ده مصطلح تحليلي ظهر في قراءات إسرائيلية وعربية بيعبر عن خوف من سيناريو جديد، ان دول المنطقة تتجه لتفاهم اسلامي اوسع، بدل ما تفضل محكومة بمعادلة ان اسرائيل في المركز وايران هي العدو الوحيد. الخلاصة، الشرق الاوسط بيتغير، والمنطقة مش زي زمان، والدول الكبيرة بقت بتدور على مصالحها بنفسها. مصر بتوازن، السعودية بتفاوض، والامارات بتناور، وايران بتحاول ترجع للمعادلة، وتركيا وباكستان بيدخلوا على الخط، وامريكا واسرائيل بيحاولوا يلحقوا شكل النظام العالمي الجديد قبل ما يتكتب من غيرهم. وده معناه اننا قدام لحظة سياسية كبيرة، مش لحظة شعارات، دي لحظة خرايط. والرسالة الأهم، اللي يملك قراره يملك مكانه، واللي يفهم اللعبة بدري ما يتلعبش بيه. ومصر في قلب المعادلة، هادية تقيلة وبتحسبها. واللهم احفظ العرب ووحدهم، واللهم احفظ مصر ودايما وابدا. تحيا مصر، والسلام عليكم.